استوديو اصحابنا اللي بيتابعونا في البيت من على شاشه قناه القاهره، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم شاطر شاطر. صباح الخير، صباح عاملين النور. ايه؟ بسم الله، الله اكبر، بسم الله، بايدين ولادنا بسم الله، نصر لبلدنا بسم الله بسم الله. اهلا بكل اصحابي اللي موجودين معايا بالاستوديو واللي بيشوفوني على شاشه قناه القاهره، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شاطر شاطر. صباح الخير يا ماهي. صباح الخير يا ماهي. صباح الخير يا مغرد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا مغرد. صباح الخير يا كريم. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا أخباركم النهارده إيه؟ صباح جديد في جمعه تعتبر من شهر النصر اللي احنا كل سنه بنحتفل بيه، وحاجه عزيزه على قلوبنا قوي. طبعا بس إحنا هو فين كلنا- كركر؟ طب ننادي عليه يا كركر. 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 نادي على كركر. يا كركر. لحظة بس، الدبابات فين؟ ده بقى طب ما اعرف. معانا واحده هنا لو عايز. معانا ده. اضرب بسرعة. الحرب خلصت؟ خلص خلص. بجد؟ من 42 سنه. بس. مش حد جاي؟ مش من كتير، من 42 سنه بس. كركر، انا عايز اقول لك حاجه يا أنا كركر. جاهز لهم بكل الأسلحة. وهوريهم أنا بس. يا كركر الحرب خلصت يا كركر من زمان. من 42 سنه يعني مش من كتير. مش من كتير، 42 سنه بس، يعني انت ما نمتش كتير يعني. إيه ده بجد أنت بتتكلم جد؟ بجد أيوة والله يا فعلا. كركر. الحرب خلصت؟ خلصت. أيوه كده، هقف أنا هنا بقى وأوريهم. طب ما دام خلصت نتعرف على اصحابنا بقى يا كركر. يلا بينا. يلا. محمد. أنا جايب لكم معايا مفاجأة. ديفيد. جنة. بسنت. كريم. كريم. محمد. مايا. مايا. جويس. جويس. اخباركم ايه؟ نعم يا كركر. جايب لك معايا مفاجأة. ايه هي يا كركر؟ جاية تحتفل معانا بعيد النصر. اكيد ب طبعا. 6 أكتوبر. يعني هي المفاجأة لماهي والمفاجأة مش ليا؟ لينا كلنا. خلاص لينا هو كلنا. قال لي كيك. كيكي. ازيك يا كيكي؟ كويسين. انت عامله ايه يا كيكي؟ طبعا بنرحب. كل سنة وانتوا طيبين. وانت يا وحشتنا كيكي. جدا يا كيكي. وانتوا وحشتوني قوي 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 قوي. جاي تحتفلي معانا بحرب اكتوبر؟ ايوه طبعا، هي دي مناسبة ينفع اسيبها؟ لا طبعا ما ينفعش. لازم نحتفل بيها كلنا مع بعض ومع مصر. اكيد طبعا. مفتقدينك جدا يا كيكي، بقالنا كتير ما بنشوفكيش. خلاص مش هوحشكوا تاني. كده في المناسبات بس بنشوفك، العيد و6 اكتوبر. لا انا خلاص هاجي معاكم بقى، مش هوحشكوا تاني. خلاص. ايوه. ما تحسسنا كده ان احنا بنحتفل كده يا محمد. ايوه ما تغني يا محمد. غني يا خلينا محمد. اقول تمام. نغني اغنيه لحرب اكتوبر؟ ايوه. ماشي. ابقى اسأل اللي قبلك، اكتوبر يعني ايه؟ يعني البطل اللي جابلك حق ما كنتش لاقيه. ابقى اسأل اللي قبلك، اكتوبر يعني ايه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بطار اخوك الكبير. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد بطار اخوك الكبير. وامانة ما تنساهاش سيرة الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي ماتوا وترحم على اللي عاش. وامانة ما تنساهاش سيرة الناس اللي فاتوا، وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. ابقى اسأل اللي قبلك، اكتوبر يعني ايه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. اكتوبر يعني ايه؟ احنا عايزين نسأل اصحابنا ان انتوا تعرفوا ايه عن حرب اكتوبر. بالمناسبة ان احنا معانا ديفيد، جويس، مايا، محمد، دول من اللي شاركوا في حفلة 6 اكتوبر اللي كانت يوم الثلاث اللي فات، صح؟ بقى عملتوا ايه بقى في الحفله؟ احكوا لنا انتوا عملتوا ايه في الحفلة؟ ازاي؟ الاول يا ماهي بعد اذنكم، انا إيه عايز طيب. اعرف يعني ايه بنحتفل ب 6 اكتوبر وايه هو 6 اكتوبر. طب محمد، ماشي اوكي. تعرف ايه محمد. عن 6 اكتوبر؟ ان اسرائيل كانت واخده جزء من بلدنا. اللي هي سينا. تمام. فالجيش المصري كان عايز يرجع بلدنا تاني. صح. صح. تعرفي ايه انت؟ ورجعها. مايا. اكيد. ها مايا، تعرفي عن حرب اكتوبر غير اللي محمد قاله بقى؟ ان هم كانوا بيحاربوا علشان بلد. ما والله حلو انت عشان سمعت بلد. حاجة؟ سمعت حاجة؟ علي انت بتكرر وانت ما سمعتوش؟ ممكن تعلي؟ هم كانوا بيحاربوا عشان بلدنا مصر. اللي هو تمام. الجيش المصري.
طب يا جويس ممكن تقولي لي انت شاركتي ازاي في الحفله؟ كان دوركم ايه يعني؟ كنا بنغني لا علي صوتك. كنا بنغني تمام. وكنا مش ده صوتك اللي كنت سامعه بره. طب اديها المايك كمان تدي معايا. وعلي صوتك كده واحكي لنا بقى كان دوركم ايه في الحفله. كنا قاعدين بنغني تمام. ايه الاغاني طب اللي كنتوا بتغنوها؟ بسم علشان الله الله اكبر وبلادي بلادي. طيب كملي بعد على ما فكره على يمنا يا محمد احنا شايفين الحرب، شايفين الحرب اهي. شايفين الجنود الشجعان، أكيد وشايفينهم وهم بيمشوا ازاي، وشايفينهم وهم بيحطموا الخط بارليف. ايه هو خط بارليف يا محمد؟ ايه هو؟ خط بارليف هو المانع الترابي اللي عملته اسرائيل على الضفه لقناه السويس. ايوه. وعشان قالوا ان هو مش هيتهدم الا بالقنابل الذريه. طب كركر، عايز اقول لك حاجه يا كركر، احنا كنا بنسالهم الحفله، احنا عايزين نخش على نقطه الحفله بس كانت مهمه جدا، وانت شفت ان احنا معانا ديفيد كان ادى ورد للرئيس السيسي. اتفضل اتفضل. صح. عملت ايه بقى في الحفله؟ عملوا ايه في الحفله؟ عملت ايه في الحفله؟ عملت ايه في الحفله دي؟ كنت واقف وكان معايا بنتين وولد تاني. تمام. كنا مستنيين الرئيس سيسي، كان داخل، كان طالع من الخطاب بتاعه، كنا بنديله ورد وبنسلم عليه. بعد كده هو دخل الميتنج بتاعه. تمام. انت صورت معاه واتكلمت انا معاه كنت صح؟ عايزه اعرف بقى انت كنت حاسس ايه ساعتها، وايه شعورك وانت مشارك في الحفله؟ لا هو انا ساعتها ما كنتش مع اللي كانوا بيغنوا. تمام. لا انت شعورك ايه يعني؟ انت كنت فرحان وانت بتقدم الورد للرئيس السيسي رئيس مصر؟ كنت حاسس بايه؟ ولا كنت خايف شويه؟ كنت قلقان شويه؟ ايه؟ كنت فرحان. طب بقول لك انت لما وقفت معاه قال لك ايه؟ سألني انت اسمك ايه؟ قلت له ديفيد. سألني في مدرسة ايه؟ مش مهم بقى السؤال ده. تمام. سألك ايه تاني؟ بس كده. طب احنا معانا على فكره، احنا معانا الاغنيه اللي انتوا غنيتوها في الحفله. تمام. يلا نشوفها ونرجع تاني. يلا بينا. يلا بينا. من اللي عايشين وسطنا واللي راحوا واللي ضحوا
وبنرحب بالعميد علاء علامه، هيوضح لنا حاجات كتير عن حرب اكتوبر عشان في ولاد كتير مش عارفينها. اهلا بحضرتك يا سياده العميد. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ خير الحمد لله. سيادة العميد ايوه ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ ممكن نتعرف بحضرتك اكتر؟ عرفنا بحضرتك تبقى عميد ايه؟ انا عقيد علاء علامه، ضابط قوات مسلحه، واولادي في سنكم كده وبس. مش عايز اطول بقى، انا عايز كنت تسالوا. شاركت حضرتك في حرب اكتوبر؟ لا للاسف ما كانش بس ليا حضرتك الحظ. شكلك يا صغير خسارة! شويه. خساره. كان عند حضرتك كام سنه كده تقريبا؟ في الحرب كان عندي 5 سنين. 5 سنين. طب دورك كان ايه ساعتها؟ لا كنت لسه بقى يعني، كان والدي كان زي يعني كان قايم بالدور ان هو وانا زيكم كده في سنكم او زي ولادي الصغيرين دول، كان بيفهمني بقى، يعرفني يعني ليه الحرب قامت دلوقتي، ايه اللي كان فيه، ايه اللي حصل، وليه احنا في الحاله دي. طب ما تنقل لاصحابنا الصوره، عايزين يعني نعرف ايه من حضرتك الحرب؟ معلومات كتير. ايه هي الحرب؟ احكي لنا شويه. الحرب هي كانت اسرائيل طبعا، دي كان عدو يعني ايه، حد مش كويس او عدو غاشم. انا برضو عايز اتكلم بمستوى الاطفال عشان يكونوا فاهمين. حاجات بسيطه. ده كان حد اكن جه اعتدى، يعني خد حاجه مش بتاعته، حاجه مش محله. فهو خد جزء من ارضنا اللي هي سينا، دي 300 الف كيلو، واحنا كنا عايزين ناخدها نسترد ارضنا تاني. وعشان كده احنا قعدنا عملنا الحرب دي عشان ناخد حقنا نرجعه لينا تاني. فعملنا اول حاجه، جهزنا اهم حاجه في الحرب ان احنا جهزنا الروح المعنويه. عندنا روح قويه جدا وتدريب. بس التدريب ده لازم اي حاجه في الدنيا بيلزمها الروح والانتماء، ولازم تبقى حاسس ان دي بلدك وده حقك وده لازم تجيبه بالقوه، وان انت يعني مش مهم بالنسبه لك جسدك دوت او ان انت تبقى عايش او ميت، المهم ان انت بلدك دي ليها حق عليك. تمام، انا كنت عايزه اسال حضرتك بقى ازاي نستعيد روح اكتوبر دلوقتي؟ تستعيدي روح اكتوبر دلوقتي؟ انت كان في الوقت ده كان في حرب. احنا دلوقتي في حرب جديده. حرب جديده دلوقتي اسمها حرب المعلوماتيه او حرب المعلومات. حرب التكنولوجيا. حرب التكنولوجيا. ودلوقتي حرب اقتصاديه. يبقى احنا كل واحد فينا لازم يبقى ليه دور في البلد، ان هو يذاكر، يجتهد، يعمل دوره كويس، يبقى عنده فكر وتطور مستمر، ان هو يبقى مبتكر، ما يبقاش على قد ان هو بيروح المدرسه بتاعته ويتلقى دروسه وخلاص. لا، عايز ابقى مبتكر، عايز بلدي ديت من كتر ما انا بحبها عايز اعمل لها حاجات جميله. اضحي. التضحيه مش لازم تبقى تضحيه بان انا اموت، لا، في تضحيات ارقى وافضل من كده، اللي هي التضحيات ان انا اجتهد وارتقي ببلدي دي واعمل لها حاجات كتير. طب سيادة العقيد، انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي حضرتك. يعني ايه حرب اكتوبر وحاربنا ازاي وعملنا ايه؟ ما حرب اكتوبر دي انت عايز 10 اسئله دول. يعني نقدر نقول سؤال، ايه اسباب حرب اكتوبر وايه اسباب الانتصار بعدها؟ يعني احنا ليه قمنا بحرب اكتوبر؟ طبعا لازم نعرف اصدقائنا، حضرتك تعرف اصدقائنا ازاي الجيش الاسرائيلي خد سينا في الاول خالص. الجيش الاسرائيلي خد سينا في الاول خالص بسبب حاجه، يعني ايه، ممكن ما تبقى بس حاجه مهمه، مش هي دي السبب الرئيسي. حاجه من ضمن حاجات ان احنا جينا علينا وقت وصابنا الغرور. كنا مغرورين. احنا في 67 اللي هي الحرب اللي احنا خسرنا فيها سينا، احنا ما كنا جيش قوي، ما كناش ضعاف، بس كان عندنا غرور. الغرور ده دي مشكله او آفة كبيره جدا لو طالت الانسان. عشان كده احنا خسرنا. لما هو بقى اسرائيل اتغرت بعديها، احنا اللي كسبناهم، لان هم بعد كده قال لك ان هو الجيش الذي لا يقهر. الذي لا يقهر، ونهوا الاسطوره ان الجيش لا يقهر بعد ما الغرور خسرنا. الغرور ده مشكله، ده بيوقع اي حد، بيوقع. طب معلش نوضح لاصدقائنا برضه يعني ايه الجيش الذي لا يقهر؟ هو اسرائيل يعني ليه كانوا بيقولوا عليهم المسمى ده؟ كانوا بيقولوا كده لان هم كانوا مجهزين نفسهم، عاملين حاجه اسمها نقط قويه. النقط القويه دي مجهزين حاجات جوه في اسرائيل ونقلوها بالطيارات. الطيارات كان شايلها بتبقى زي شبك حديد جواه كتل من الحجاره، وابتدوا ان هم بقى ايه، يعني بتبقى متر في متر، ويحطوا شبكه ويحطوا فيها كتل من الحجاره، وابتدوا ان هم يرصوها فوق بعضها ويعيشوا جوه النقط القويه دي. اللي هو الخندق. لا، حاجه فوق الخندق كمان كان بيعمل حاجه اسمها نقط قويه، اللي هو يحط الحجاره دي فوق بعضها بحيث ان لو الطيارات ضربت ما تاثرش عليهم وهم قاعدين في الخنادق بتاعتهم. طب احنا يعني معانا أفهم فاصل. من حضرتك كده ان الحاجات اللي كنا بنشوفها في الافلام اللي هي
كيكي. الاقلام والافلام دي كلها حقيقه؟ حقيقه. طب كيكي احنا معانا فاصل دلوقتي، تعالي نشوفه ونرجع تاني. يلا بينا. يلا بينا. بابا انا عايز اطلع صابر زي ده. ورجعنا تاني. جويس انت كنت عايزه تسالي سياده العقيد سؤال صح؟ اسالي. هو حرب اكتوبر عملتوا فيها ايه؟ حرب اكتوبر احنا استعدينا الاول، جهزنا نفسنا وابتدينا ان احنا نحط خطه، وبعدين زي ما انت بتحطي بلان كده عشان تنجح اخر السنه فبتذاكري، فاحنا عملنا البلان ده والتدريب، وبعدين ابتدينا ان احنا نعبر قناه السويس، وكان في قناه السويس في ساتر اسمه ساتر الترابي، ابتدى ان احنا نقتحم الساتر ده ونعمل فيه فتحات علشان الناس تدخل فيه والدبابات. طب هو فعلا وبعدين نقتحم خط بارليف. طب هو فعلا الجيش المصري اقتحم دمر خط بارليف والساتر الترابي؟ هو في فرق ما بينهم؟ في فرق، وده سؤال جميل جدا وانا بحييك عليه. بس احنا دايما كنا متعلمين ان الساتر الترابي هو خط بارليف. لا هو كتير، حتى انا كنت عارف كده، بس حضرتك لما قلت دلوقتي احنا حطينا الخط. طب خط بارليف ده عباره عن ايه؟ والساتر الترابي عباره عن ايه؟ طيب اسرائيل كانت حاطه على الحرف اللي هو حرف القناه من الناحيه الثانيه ناحيته، الناحيه اللي هم احنا مش عايزين ناحيتهم، اللي هو كانوا واخدينها الناحيه الضفه الشرقيه. كانوا حاطين عاملين كل شويه يجيبوا تراب، كانوا بيبقوا معدات يحطوا تراب ويحطوا اي حاجات قديمه عندهم، يعني عربيات متهالكه، اي معادن، اي خرده يحطها، وايه وعلى طول قناه السويس. القناه كلها كان في الوقت ده كان طولها 170 كيلو. فقعدوا يحطوا الحاجات دي وعملوا الساتر الترابي. ده كان مانع من ضمن الموانع اللي هم حاطينها لنا في الاول، كان ارتفاعه مرتفع في اماكن ما كانش كله متساوي في كل حته. كان في حتت مثلا بيبتدي من 19 متر او 20 ووصل في بعض الاماكن لغايه 26 متر.
بعديه بقى في ظهره لما انت تعبر الساتر الترابي ده او تخترقه، كان في رئيس اركان الجيش الاسرائيلي اللي هو ايه يعني في قائد الجيش اللي هو يبقى نمره 2 بتاعه، ده كرئيس اركان في الوقت ده كان اسمه حييم بارليف. حييم بارليف حط خطه اسمها خطه بارليف، اتسمت باسمه. الخطه دي ان هو لو المصريين قدروا يعدوا الساتر الترابي، بعد كده احنا هنحط لهم حاجه اسمها نقط قويه، بعد النقط القويه دي في نقط اقوى كمان، يعني كل شويه بيشدد ويقوي يحاول يعجز الجيش المصري. كانت الخطه بتاعته دي ان هو سينا لمسافه جوه، كل ما تدخل عامل لك الخطه دي لمسافه 25 كيلو. فيبقى الساتر الترابي ده حاجه، وخط بارليف ده خط وهم، يعني خط في الخيال، انما دول 25 كيلو جوه سينا كان عاملهم حييم بارليف، هو اللي رسم النقط القويه دي. طب كنت عايزه انا اسال بس عايز اقول حضرتك، حاجه على حييم بارليف ده، معلش انا اسف جدا عشان الراجل ده لازم ياخد حقه دلوقتي. الراجل ده شالوه على الاعناق وقالوا ان هو في العالم كله مش في اسرائيل بس، وقالوا ان هو عمل حاجه ما حصلتش. بعد ما اتهد الخط عارفين ايه اللي حصل له؟ ايه؟ بعدين بقى. طب كنت عايزه اسال حضرتك ايه الصفات والسمات اللي كانت بتميز الجندي المصري وقت الحرب؟ صفات جميله جدا اللي هي الروح المعنويه. وبعدين برضو انا يعني سعيد جدا وفرحان ان انا موجود في وسطيكم، لان انتوا البراعم الوارده اللي هتفتح في مستقبل مصر ان شاء الله. انتوا مصر اللي جايه. فدي كان في سن برضو الشباب او في سن حضراتكم كده، لما كان الناس بتحارب كانوا برضو براعم وكانوا لسه شباب. كانوا استمدوا حاجه دايما الانسان يطلع من جواه اسمه مكنون الروح. يعني الروح والنور بيطلع من جوه الانسان، ما بيجيبوش من بره. انا جوايا نور زي ما جوايا ظلام، بس انا اللي بطلع النور ده في وقت معين انا اعرف اطلعه فيه، بعرف اطلعه فيه. بس انا عايزه اسال حضرتك برضو سؤال، انا في حاجه مش فاهماها خالص وقعدت افكر فيها كتير. هي كده يعني ايه الجيش الذي لا يقهر؟ ما انا قلت لك انا سمعتها كتير قوي، بس انا عايزه حضرتك توضحها لي وتبسطها لي اكتر. هي اسرائيل كان عندها يعني غرور ان هي كانت بتقول ان هي جيش لا يقهر، ان كان تسليحها قوي قوي اكتر كان من معاها مصر. امريكا يا سياده غير ان امريكا بتساعدها، اللي هي اقوى دوله تقريبا في الفتره كانت دي. امريكا بتساعدها يعني كان وكان اقوى جيش رئيسها واكبر جيش، فعشان كده كان بيقدر ان هو يخش على اي جيش تاني. بيخش. بس هو بقى احنا الحمد لله بفضل ربنا علمناهم حاجه تانية، ان القوه مش في السلاح، والقوه مش في الذخيره، ومش في العدد، مش في العدد. القوه في داخل الانسان، عزيمه واراده ان احنا الايمان بالله ننتصر. سبحانه وتعالى وفي الروح. فالقوه داخل الانسان. خط الساتر الترابي ده كانوا بيقولوا ان هو الحل الوحيد ان هو يتدمر ان احنا نجيب له قنابل ذريه. واحنا عندنا صح. احنا جبنا له الانسان المصري الاقوى، البطل المصري اللي هو اقوى من القنبله الذريه، اقوى حاجه في الدنيا. الانسان المصري بروحه وقوته وعزيمته. خير ابناء الارض. خير خير أجمل. أجمل. انا كل عايز ما بس عندي بتعمق سؤال مهم بعد اذنكم. ويا اتفضل يا كان دكتور. قول يا كرك. بعد اذنك يا سياده العقيد، اتفضل. انا جدي قال لي، قلت له يعني ايه ليه نحارب، ما كنا نسكت وخلاص عشان ما حدش يموت. نعم. قال لي الحياه عشان تعيشها كريم ارض وعرض، لازم تحافظ على عرضك ولازم تحافظ على ارضك، وما يهمكش بعد كده ايه. حتى لو انا انتهيت من الوجود لازم اللي بعدي يكمل، لان هو ده اللي مخلينا مؤمنين بالله، ولازم نحافظ على عرضنا. انا عايزه اقول لك حاجه برضو يا كركر واوضحها لك. ايه انا دي؟ عايزه اقول لكم كلكم ان الناس اللي ماتت في الحرب هم ما ماتوش، هم شهداء عند ربنا. طبعا. وفي آية في القرآن بتقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. صدق الله. انت عارفه يا كيكي، كل ما بتعمق في حرب اكتوبر وحياه المصريين في الوقت ده بيزيدني فخرا وعزه ان انا احد ابناء المصريين والبلد دي. كنت عايزه اسال، احنا عندنا فاصل دلوقتي يا كريم، معلش هنروح نشوفه ونرجع تاني. يلا بينا. يا كل واحد في الملايين
كريم انت كان عندك سؤال يا كريم. سيادة العقيد، اتفضل. أنا قريت قبل كده إن الجيش المصري من أقدم جيوش المصرية النظامي. تمام. يعني إيه جيش نظامي؟ جيش نظامي يعني هو من ولاده من البلد، من يعني مصريين من اعماق من عمق البلد، ان هم في دول تانية بتبتدي تجيب ناس من بره تأجرهم بدون فلوس اللي هم المرتزقه. فاحنا الجيش بتاعنا كان مصري من الاساس. جيش مصري من مصري خالص من ساعه ما بدأ تكوينه. سيادة العقيد كان في مشهد حلو جدا احنا شفناه في الحرب، او انا شفته دلوقتي يعني ايام الحرب. كان مشهد حلو جدا ان الجندي طلع رفع علم مصر. انا عايزه اعرف، اوصف لي المشهد ده اكتر. المشهد كان ده إيه احساس ايه ساعتها، او الفرحه بالنسبه للمصريين ازاي؟ العلم يعني العلم ده بيمثل، احنا بنأدي التحيه للعلم ليه؟ ما هو العلم ده هو بيمثل مصر كلها، بيمثل روح الوطن، ارض الوطن، تراب الوطن، هو ممثل لمصر كلها. فعشان كده احنا بنأدي له التحيه، بيعظم، دي تعظيم، وهو بيرفع الروح المعنويه بقوه في اي مكان. العلم مصر ده ليه مغزى وليه قوه كده بتهز مشاعر الانسان في اي مكان. معلش انا اسف للقطع، يعني في حاجه مهمه جدا لازم كلنا ننتبه ليها. ايه العلم فعلا رمز لمصر، والنشيد الوطني برضو ليه نفس القيمه ونفس الروح. بنشوف ساعات في سينما او مسرح او مكان السلام الجمهوري ورفع العلم، وفي بعض الاصدقاء بيبقوا قاعدين. صح. طب احنا معانا تقريبا علق على الحكايه دي. يعني احنا ليه دايما بنقف لما بنيجي نحيي العلم؟ احتراما للعلم، احتراما للدوله، لأنه رمز الوطن، ده رمز الوطن. انا الوطن ده يعني لازم يبقى ليه حاجه اسمها اجلال وتقدير. ده الوطن ده احنا بنقبل ترابه ونشيله ونحطه على راسنا من فوق. فالعلم ده هو ده مصر، يعني هو لما نقول مصر بنرفع العلم، فلازم نقف للعلم ونديله التحيه. طب ما نسمع لو احنا بنات وكمان جده قال لي ان مثلا اسم باباك ترضى حد يهينه؟ اكيد لا. اكيد لا. تخيل بقى العلم بتاع بلدنا كلنا او النشيد الوطني بتاع بلدنا كلنا. طب انت عارف الوان العلم دي ترمز بالايه؟ ايه؟ يا ريت بقى تشرح لنا. انا عارف شويه بس ممكن حضرتك كل لون بقى بيرمز لايه، والنسري بيرمز. عندنا الاحمر بيرمز تقريبا، انا كنت اعرف ان هو رمز للدم، صح؟ الدم المصري، مش دم بنسكت، الدم المصري اللي هو الايه؟ الحماس والحميه بتاعت الدم المصري. والابيض ده يعني طيبه قلوبنا وبياض ارواحنا من الداخل، او السلام الداخلي اللي جوانا. احنا كمصريين جوانا سلام. عشان كده حتى كان الرئيس السادات كان بيقول احنا ما حاربناش عشان الحرب، ولكن حاربنا من اجل السلام، بنحقق سلام، احنا مش عايزين نحارب. طب والاسود؟ الاسود ده بقى ده وشنا الثاني لما حد يعتدي عليه. يبقى ده نوري له الوش الثاني. طب ايه لازمه النسر بقى في نص العلم؟ ده دايما يقول لك النسر ده رمز الايه؟ اللي هو الشموخ والعظمه، وان هو يعني بيخطف فريسته في ثانيه، لا يهدى. على فكره انا عامله لكم مفاجاه وجايبه معايا العلم بنفسه يشرح لنا قصته ايه. بجد يا كيكي؟ يلا نرحب بيه. يلا اسمعوا. اتفضل. احنا عملنا فكره كده انا وكيكي، وخلينا العلم هيقول لنا بنفسه. يلا انا هحركه من تحت. انا علم مصر ليا 3 الوان، بس زمان كان لوني واحد بس. حد يعرف كان لوني ايه؟ اخضر احمر. ها احمر اخضر و3 نجوم وهلال و3 نجوم. ده اللي هو قبل الثوره. اسمع حكايتي. يلا. وليه كل شويه بيغيروا لوني؟ في سنه 1805 اصدر محمد علي باشا فرمان بتخصيص علم لمصر. كان جزء من حكايه وطن يتحرك نحو النهضه، واول علم من اقدم علم، وهو كان علم الدوله العباسيه، وكان بيتكون من ارضيه حمراء، وكان فيه هلال بيتوسطه نجمه خماسيه. وبعد كده اللون اختلف لما قدم الخديوي اسماعيل اقتراح لعلم مصر المستقل، وكان عباره عن ايه؟ عن ارضيه حمراء وبيها 3 أهلة، وامام كل هلال نجمه، وبيرمزوا للفتوحات في القارات ال3. عارفينهم ايه هم؟ اوروبا وافريقيا واسيا. وبعد لما حصلت مصر على الاستقلال المشروط من بريطانيا سنه 22 تم تقديم اول علم مصري بناء على مرسوم ملكي عام 1923، واصبح لوني اخضر، والهلال اللي في النص بقى ابيض، وكان فيه 3 نجوم بيضة.
كانوا بيرمزوا لايه؟ كانوا بيرمزوا الديانات للشعب المصري. ومع الجمهورية الجديدة بدأت مرحلة جديدة في تاريخي، أنا علم مصر. تغيرت حركة ألواني وأصبحت أحمر وأبيض وأسود، وبيتوسطني نسر عريض الكتفين بيرتدي درع أخضر كان بيتوسطوا الحكاية القديمة وهي الهلال والنجوم الثلاثة. وكان في معنى مميز للألوان دي، كان الأحمر بيرمز لحركة الضباط الأحرار، والأبيض لمصر المتوقعة، أما الأسود بقى فهي مصر البائدة أو العهد الملكي. ولكن في عام 1958 غيروا النسر وكان ليه نجمتين خماسيتين وكان لونهم أخضر، وكان العلم دون كان علم الوحدة بين مصر وسوريا، وظل العلم يرفرف حتى بعد انكسار الوحدة. ومع بدء بناء الجيش المصري وظهور حركة التحرر بدأوا إن هم يغيروا علم تاني لما عرف باسم اتحاد الجمهوريات العربية عشان بيحل في وسط العالم صقر قريش، وتغيير النشيد الوطني من جديد وكان بيصبح اسمه بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. وأصبح العلم لونه أحمر وأبيض وأسود زي ما هو، لكن معناه اتغير. كان الأحمر بيرمز لمصر الفتية الزاهية، والأبيض بيعبر عن الفترة والقيم النقية لشعب مصر، أما الأسود كان بيرمز لكل عصور الظلم اللي عاشها الشعب المصري. وأخيرا وبعد انتصار مصر في حرب 73 وبالتحديد في 6 أكتوبر وتحطيم خط بارليف وانتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، أصبحت أرفرف على أرض سيناء. وهي دي حكايتي، حكاية علم مصر. احنا بنشكرك جدا يا علم ان انت جيت واديتنا معلومات مهمه جدا احنا ما كناش عارفين. تحيا جمهورية مصر العربية. 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 سيادة العقيد، أنا في مشهد شفته إن لما كان الضابط لما كان بيحط العلم في الأرض سينا ضرب كذا رصاصة وفضل ماسك في العلم مرضاش يسيبه. يعني ايه الشعور بقى ان انت ماسك العلم مش عايز تسيبه ومضروب كذا رصاصة وواقع عليه ولسه ماسكه مش عايزه يقع. المشهد ده لما اتعمل في الفيلم ده اتخذ من حقيقة من واقع. فعلا في الحرب كان في واحد اسمه محمد، حتى هم بعد كده قالوا عليه كأغنية يعني محمد افندي رفعنا العلم. بالظبط كده. محمد ده لما جم فعلا كان اول واحد كان يعني رفع العلم في نقطه كده حته اسمها عديه نمره 6. ومحمد لما رفع العلم ده اسرائيل ضربته ب 40 طلقه. ولما قعدوا يحسبوها لقوا ان مفيش في كل الحروب السابقه الحرب العالميه الاولى والثانيه وكل الحروب مفيش اي شخص في العالم خد عدد الطلقات دي بجسمه. فعلا يا فندم انا قريتها معلومه ان ده الجندي اللي دخل جسمه اكبر كميه رصاص دخلت جسم بني ادم في العالم. بالظبط، خد 40 طلقه، ورغم كده كان مصمم ان هو يفضل متمسك بيه عشان العالم ده ما يقعش تاني. العالم لما يقع بيعمل احباط روح المعنويه، فعاوز حد يجي يمسكه ويفضل ثابت واقف مكانه لحد ما جه حد. لغايه لما جه حد خد العالم. سيادة العقيد، انا يعني اخر وقت في الحلقه عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك كنت صغير وكان وسيله ان انتوا اللي بتعرفوا ايه اللي في سينا كانت حاجه واحده بس، الراديو. ما كانش بيوصل لكم كنتوا بتتواصلوا بايه تاني؟ ده هو الراديو. هو ما كانش فيه شاشات ان انتوا تشوفوا ايه اللي بيحصل. انا عايز اشوف مخيله حضرتك كانت عامله ازاي لما انت كنت بتسمع وتتخيل بمزاجك انت، كان عامل ازاي؟ لا كنت بسمع بخيال والدي. دايما الناس الكبيره هي اللي بتنقل الخيال. هو كان في تلفزيون بس هي الاخبار كانت بتجيلكوا. بس الاخبار كانت بتيجي ما كانش بتنقلش اخبار حيه على الهواء. فكنت باخد من والدي ووالدتي الاخبار بصورته او بتخيله هو، ان احنا بننتصر، ان احنا يعني بنسترد حقوقنا، ان احنا مش بنسترد حقوقنا كمصريين بس، احنا بنسترد كرامه الوطن العربي كله. كانت مشكله ان هو فعلا الوطن العربي كله كان محطم في الوقت ده معنويا. جده كان دايما بيقول لي ان وهو كان قائد الكتيبه كان بيلبس 3 اجهزه على رقبته. كانت ايه حكايتهم؟ 3 اجهزه بيعرف يتواصل بيها باقي الكتيبه. لا قصدك اجهزه اللاسلكيه. ايوه. كل واحد كل جهاز بيبقى ليه اتصال بحد، يعني مثلا يعني جهاز بيتصل بالمستوى الاعلى وجهاز بيتصل مثلا باللي هم الجنود بتاعته
انما احنا لو كبنات عايزين نتطوع مثلا مشاركه في الجيش او العمل في الجبهه، ايه راي حضرتك في ده؟ ليكوا دور كبير جدا. السؤال ده انا سعيد بيه بصراحه ماي، وسؤال جميل وكان نفسي ان حد يساله لي. انت ليكوا دور قوي جدا كست، كامراه مصريه. الست المصريه هي دي البطل الحقيقي. تمام. كانت حلقه جميله جدا يا ست العقيد، وانا انبسطت جدا ان انا كنت موجود وكلنا انبسطنا. كلنا مبسوطين. حضرتك نورتنا جدا النهارده. اشوفكم في الحلقه الجايه من برنامج شاطر شاطر. استنونا. بس كلنا نقوم نقف احتراما للعلم ونقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والى اللقاء، ونشوفكم باي باي.